بيكم حبايب قلبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناه التاروت واسراره. تعالوا نعرف فيديو النهارده بيتكلم عن ايه. بيتكلم عن الطرف الثالث. الطرف الثالث اللي مع حبيبك اللي هو سبك عشانه، وطبعا الحكايه دي بتعمل لنا قلق كبير. تعالى نعرف هو الطرف الثالث علم عليه، خدعه، خانه، غدر بيه، علاقتهم ايه مع بعض؟ هل علاقتهم حلوه ومستمره كده وماشيه كويس، ولا فيها غدر وفيها خيانه؟ وهو زي ما هو عمل معاك وغدر بيك، هل هو كمان بيتغدر بيه؟ تعالى نعرف تفاصيلهم كده مع بعض. ايه حكايه الطرف الثالث معاه؟ يعني الدنيا حلوه بينهم ولا فيها ايه بالظبط؟ يلا بينا، اهلا بيكم. معانا قرايتين النهارده، القرايه الاولى والقرايه الثانيه. وطبعا بشكر جميع الناس الجميله اللي بترسلني من خارج مصر كده، السعوديه، الكويت، الامارات، الناس الحلوه دي، عمان، حبايب قلبي، ربنا يبارك فيكم. صعيد مصر، ارياف مصر، الناس الحلوه اللي بتتواصل بيا. متشكره جدا لدعمكم وكلامكم الجميل، بجد بيفرحني. وعايزه برضو يعني عايزاكم في متابعه على طول كده، علشان يبقى في تواصل بينا. وانتوا عارفين طبعا، حتى الناس اللي بتكلمني بتخش تكلمني على الواتس، فهموا دماغي كده وفهموني ان انا حد سلس جدا وحد بحب الناس قوي. حتى اللي بيتواصل معايا وبيحب ان انا اشوف له حتى قرايه كده بشوفها له، ما بكسفش حد يعني. ربنا اهم حاجه يسعدكم طبعا، يسعد قلوبكم يا رب. يلا بينا كده، القرايه الاولى والقرايه الثانيه. الطرف الثالث ايه حكايته مع حبيبك لو هو لسه موجود؟ الفرقه ديت بحب قوي الاشكال الحلوه دي كده، فكده بتبقى جميله. معلش انا اسفه، بره عندي دوشه كتير. الف ت دي قرايه حروف الشريك. الف ت خ ص ك ش ف ي ه ر ط م ز عين. دي قرايه المجموعه الاولى، حروف المجموعه الاولى. سوري. المجموعه الثانيه برضو حطوا طاقتكم على الحجر. يلا بينا. س ج واو نون ق ز س ظ ض ب غ لام د ح. هحط لكم طبعا هثبت لكم برضو الحروف، هكتبها لكم في صندوق الوصف. و يلا بينا كده. اظن انتوا اخترتوا كده، حطيتوا طاقتكم القرايه الاولى او القرايه الثانيه. يلا بينا عشان وقت الفيديو بس. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين نعرف الطرف الثالث ايه حكايته مع حبيبك، هل هو لسه موجود؟ نعرف تفاصيلهم كده مع بعض. اعلم عليه وغدر بيه، ولا لسه بيحبوا، بينهم حب، بينهم مشاكل، خانوا، يعني نفهموا دنيتهم بقى كده. ما دام احنا مش انت مشيت وسبتنا، خلينا نشمت بقى فيك شويه، لو حاجه تشمتنا وتطفي نار قلوبنا شويه كده. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الطرف الثالث كده ده بيتملحس له قوي. الطرف الثالث ده شيطان. شيطان سبحانك يا رب، دخل حياته، بوظها. بس عارفين انتوا اللي هو بيطبطب عليه كده وبيتملحس له. يلا بينا عامة دلوقتي نجمعوا القراية بحالها. بصوا يا جماعة، الطرف الثالث اللي مع حبيبك بيحاول يقدم له كل ما هو حلو، بيحاول يسعده على قد ما يقدر، بيحاول يعمل معاه كل حاجة حلوة. هو شيطان ودخل بينكم، ما مش بننكر، كارت الشيطان طلع لنا. شيطان ودخل بينكم في علاقتكم انتوا الاتنين، بوظ لكم علاقتكم. احنا مش بنقول لا، حياتكم باظت. الناس اللي بتسمعني، حياتكم باظت بسبب الطرف الثالث. دي حياة فيها موت، الكروت فيها موت، مش لا قدر الله بعد الشر، موت نفسي. الحياة، الطاقة نفسها فيها موت نفسي. الشخص اللي انت بتسمع عنه ميت، الشخص اللي انت بتسمع له، الطرف اللي انت بتحبه وبتسمع له، شخص ميت من جوه، شخص مش مبسوط، عنده مشاكل كتير، في حياته. في مشاكل كتير قوي 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 في حياته. حياته فيها دوشه، حياته فيها وجع دماغ. نفسه يصلح العلاقه، ونفسه يشتغل على نفسه ويصلح العلاقه تاني اللي باظت في حياته، اللي هي طبعا علاقته مع حضرتك اللي بتسمعني. يا رب تكون فاهمني اللي بتسمعني، لان القرايه هنا مسلسله كده، فيها واحد اتنين تلاته، يا رب نفهموا بعض. بيشتغل على العلاقه عشان يحاول يصلح العلاقه اللي بوظها معاك طبعا. مش عايز يخسرك، عشان عارف ان انت جميل وما ينفعش تتخسر، ما تنفعش. حتى هو الشخص اللي انت بتسمع له شخص جميل على فكره، شخص جميل شكلا، شخص سنه مش كبير. انت بتسمع لحد في الثلاثينات مثلا، او غير العشرينات، الثلاثينات، حتى لو في الاربعينات يعني. بس مهتم بنفسه، قيم يعني، نجيب، بيحب النزاهه. بيقول لك برضو ان هو حياته باظت بسبب الطرف الثالث ده اللي دخل. بس الطرف الثالث طبعا مقضيها بقى
نعوميه وبيقضيها طبعا، بيحاول يخليه مبسوط. والطرف اللي انت بتسمع له بيحاول يتوازن، الطرف اللي انت داخل تسمع له بيحاول يتوازن، بيحاول يخلي حياته حلوه، بيشتغل على حياته، بيزق يومه وبيمشي حياته بالرغم ان حياته ميته، حياته ميته. طب احنا برضو عايزين نعرف اكتر واكتر، يعني هل الطرف التالت ده غدر بيه، خانه كده؟ انا شايفاه ان هو، عارفين انتوا اللي هو ايه، بيطبطب عليه، بيسحب له ناعم، بيحاول يخلي حياته حلوه معاه. هو في الوقت الحالي بيعمل كده معاه، تمام. الطرف اللي عندك انت بقى اللي انت بتسمع له ماسك على مشاعره، متجمد المشاعر شويه، مش بيديله حب زي ما هو الطرف الثالث بيديها له. هو الطرف اللي انت بتسمع له ماسك على عواطفه في الوقت الحالي، خلاص كانه زهد الموضوع، خلاص الموضوع بقى مش فارق معاه. انما الطرف الثالث هو اللي لسه عمال يدي حب، وهو اللي لسه عمال يقدم في الحب. الطرف الثالث بيقدم، بصوا، الكاس فيه حب وسمكه، السمكه دي بتاعه البحر، العطاء كله، الخير كله، بيقدم له الحب كله، بيحاول يقدم له الحب كله. لكن اللي عندنا بقى صاحبنا اللي احنا بنسمع له ماسك على مشاعره، بص ماسك، ماسك، بصوا، مش بيحكي، مش بيتكلم، مش بيقول. وبيعترف لنا كمان ان هو كان شيطان ودخل في العلاقه بينكم، كان شيطان دخل بوظ الدنيا وخلاه شخص ميت بعد كده. هو بيعترف لنا، بيقول لنا كده. اسفه والله للكلاكسات اللي بره دي، مش عارفه في ايه النهارده. بيقول لك نفسه يرجع ليك انت تاني، نفسه يرجع ليك انت تاني، ويجي لك بسرعه كمان، لان انت بالنسبه له كنت حب وحاجه جميله. يعني انت بالنسبه له الدنيا كلها، الحياه، الروح، النور، الشمس، الحياه بمعنى الكلمه. وعشان كده بيحاول يتوازن، بيحاول يمسك نفسه، بس هو مش قادر، كاتم على مشاعره برضه. ما بقاش فيه حب من ناحيته للطرف الثالث، ما بقاش فيه حب. انا مش شايفه حب من طرف الحبيب بتاعك للطرف الثالث، لا. لكن الطرف الثالث هو اللي مازال بيدي حب لحد دلوقتي، ومازال يعني بيحاول يقرب منه، بيحاول يبلفه، بيحاول يستدرجه، بيحاول يخليه في دفته اكتر واكتر. ده حكايته معاه في الطرف الثالث. وطبعا لو حابين تعرفوا اكتر من كده عن حكايه الطرف الثالث معاه، يعني ايه تفاصيلهم مع بعض اكتر من كده، طبعا لان دي قرايات عامه، اتواصل معايا من داخل مصر على 0554660065، ومن خارج مصر على 002101554660065 لحجز القراءات الخاصة. وأنا يعني أحاول أقرب لكم الفكرة أكتر من كده، ونجمعوا كل حاجة عنه مع الطرف الثالث. وطبعا أنا ما بحبش حكاية الطرف الثالث دي خالص، يا رب بالأمانة يزيحوا عنكم ويصلح لكم حالكم يعني، وربنا يهدي لكم علاقتكم. يا أصحاب المجموعة التانية، يلا بينا نختار الحجر الجميل ده، واللي اختاروا الحروف الجميلة دي، يلا بينا. ايه حكاية الطرف الثالث مع حبيبك؟ بيخونه، بيغدر بيه، علم عليه في حاجة معينة مثلا، متشكرة ليك، شكرا شكرا شكرا. ما انتوا لو بتزفوا عروس مش كده. عاملين الواجب معايا قوي النهارده بدري على كده. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين نعرف برضو ايه حكاية الطرف الثالث مع حبيبك. بسم الله. برضه نفس القصة، برضه نفس، بس هو بيحل لك انت، بيفكر فيك على فكرة، بس هو بيحاول برضه يعمل كل حاجة حلوة، بيحاول يوصل له وبيحاول. يلا بينا. هو الطرف الثالث هنا برضه بلاف شوية، مش هننكر ان هو بلاف شوية، بيحاول يعمل يجذبه ليه، بيحاول يخرجه، بيحاول يخليه مبسوط، بيقول له اللي احنا خلينا في دنيتنا، دنيا بتاعتنا، دنيا خاصة بينا احنا، عايز ياخده لدفته على طول. مشكلة بقى حبيبك اللي انت بتسمع له ان هو بيفكر فيك وذكرياته معاك مموتاه، ذكرياته معاك مموتاه. انا بحاول والله والله والله، بحاول في القرايه دي اخد طاقه الطرف الثالث، قسما بالله ما عارفه اخد طاقته. انا عارفه اخد طاقه حبيبك انت، والله طاقه الطرف الثالث ما راضيه تظبط معايا، قسما بالله. طاقه حبيبك انت هي اللي بتتكلم، مش انا مش لاقي طرف ثالث هنا، يعني مش عارفه الاقي طرف ثالث، انا بحاول اجمع طرف ثالث، لا. طاقه الطرف الثالث هنا ما فيش عندي، عشان ابقى صريحه. لا، طاقه الطرف الثالث انا بحاول والله اجمع الورق، لا.
هو ندمان ان كان في بينكم بعد وكان في بينكم فراق. حبيبك ندمان، دي واضحه طبعا اهوت. كارت الندم وكارت الزعل. بيقول لك هنا برج الاسد طلع لنا، برج الجدي. بيقول لك هنا انت نصه الحلو، النص بتاعه اللي ما ينفعش يستغنى عنك. انا مش لاقيه طرف ثالث صريح هنا كده، مش شايفاه بطريقه واضحه. بيقول لك انا ندمان ان انا كنت عاطيك طاقه الغرور وطاقه التكبر، وانا كنت مبوظ الدنيا. انا بوظت الدنيا قوي يعني، خربتها. انا شغوف عليك. هو بيكلمك دلوقتي، القرايه اتحولت في ثانيه، انا مش فاهمه ازاي، والله العظيم القرايه اتحولت. بيقول لك انا شغوف عليك، انا بفكر فيك ليل ونهار، انا مش عارف ابعد عنك. انا كان نفسي الاقي طرف ثالث، يعني مش شر مني والله، بس القرايه انا كنت بقى بنقرا للطرف الثالث، لقيت القرايه رايحه لك انت، مفيش طرف ثالث قد يعني مش شايفاه اصلا. اذا كان بيقول لك انت عندك عوامل الحب كلها، بيقول لك انت عندك عوامل الحب كلها، بيحبك حب الى ما لا نهايه. يعني مش عارف يكرهك، هو مش عارف يكرهك، ده بيراقبك مراقبه بالنار. ده بيقول لك ان انت معاك الكره الارضيه، بيقول لك انت معاك الحب كله، الحب كله عندك انت. يعني هو ماسك الكره الارضيه، يعني بيوصفك ان انت الكره الارضيه بالنسبه له. يعني انا مش لاقيه له طرف تالت في القرايه خالص. نفسه يرجع يتواصل معاك وعايز يفرحك ويبقى في مناسبه تجمعكم. يعني عايز يقعد معاك، يبقى في مناسبه، وفعلا بالفعل في مناسبه هتجمعكم او عندكم مناسبه قريب. عيد ميلاد، شبكه، دي بتبقى شبكه، يعني دي بتبقى اغلبيتها عيد ميلاد شبكه، او احنا بنتقابلوا في كافيه. يعني انت فاهم الفكره دي بتبقى كده. بصوا الكارت اللي هو راجع لك بهديه، راجع لك بمكالمه تليفون. في مكالمه تليفون هتجيلك منه قريب على فكره، هيفرح قلبك بمكالمه تليفون، او كتابه واتس مثلا، او فك بلوك. يعني احنا في حاجه زي كده في الطريق لينا، يعني احنا جاي على حصان اهي. بيقول لك انسى بقى اللي فات كله، ويلا بقى نبدا من اول وجديد. اظن يبقى كده ما فيهاش طرف ثالث. يعني انا عماله بحاول والله اجمع طرف ثالث، قسما بالله ما لاقيه والله هنا. عشان ما اظلمش القرايه وما اظلمش الشخص اللي انا اللي اختاروا القرايه دي والمجموعه دي والحروف دي. فانا مش شايفه طرف ثالث هنا على القرايه خالص. وطبعا دي الحمد لله ان هي فرحتني طبعا. لكن المجموعه الاولى بيدحلب له شويه كان فيها، انما القرايه الثانيه حودت بيا، والله انا ماشيه كده حودت بيا كده. طبعا الورق قدامكم هو اللي فرض نفسه على القرايه، وحاجه مش وحشه، حاجه حلوه يعني. حتى يا ستي لو كان في طرف ثالث اهو مشى. وفي الطاقه اللي احنا فيها ما فيهاش، يعني الناس اللي اختارت الورق ده والحروف دي ما فيهاش طرف ثالث، الحروف يعني والحجر ما فيهاش. فربنا يفرحكم. وبرده اللي عايز قرايه خاصه مفصله برده يتواصل معايا من داخل مصر على 015 5 4 6 6 0 0 6 5، ومن خارج مصر 002 01 5 5 4 6 6 0 0 6 5. واحنا نهكر طاقته اكتر من كده ونعرف كل تفاصيله اكتر من كده. معايا برج الاسد، معايا برج الجدي، معايا برج الميزان، معايا برج العذراء، معايا برج الدلو، معايا برج القوس تاني. فهنيئه ليكم والله، القرايه فرحتني خالص، كانت رايحه في حته وبقت في حته. الف مبروك ليكم القراءه الثانيه، ربنا يسعد اوقاتكم. واللي حابب قراءات خاصه يتواصل معايا. اشوفكم على خير.